ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هقول لكم فيه معلومه مهمه جدا 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 ما تعرفوهاش بخصوص استخدام الادويه وازاي نقدر نستخدمها بشكل صحيح عشان يدينا المفعول الكامل او مفعول الصحيح. عشان كتير من الناس بتستخدم الادويه وتيجي في الاخر تقول لك يا دكتور مفيش نتيجه، مفيش تحسن، ما خفيناش، عشان انتوا بتستخدموا الادويه بطريقه مش مظبوطه. بصوا يا جماعه، شايفين القرص ده؟ عايزك بس تركز معايا كده. هتلاقي القرص مقسوم للونين او وش لون والوش التاني لون. يعني ده هنا تلاقيه برتقالي والناحية التانية هتلاقوه ابيض. واخدين بالكم يا جماعة؟ طب ليه؟ طب ماشي، نبص على قرص تاني مثلا وليكن الدوليبران. لو اخدنا بالنا مثلا ان الدوليبران فيه حز في النص. طيب دي حاجة تاني ناخد بالنا منها. طيب نيجي زي مثلا حاجة زي الألفانترن أقراص. لو أخدنا بالنا من الألفانترن أقراص هنلاقي القرص بتاعه من جوه هتلاقوه لامع شوية ومش مفهوش أي حز في النص ولا أي حاجة. طب برضو نموذج تاني ناخد بالنا منه، الهاي بيوتيك يا جماعة، أقراص في حز في النص. طيب مش نفهم بقى الدنيا عشان بس ايه، مش كتير هيقول لكم على المعلومات. بصوا يا جماعه، ده قرص الدكلاك سواء 75 او 100 هتلاقوه دايما من جوه بيبقى تقريبا وشين او لونين. ليه؟ القرص ده معمول بطريقه معينه بحيث ان اللون ده يدوب بشكل اسرع واللون التاني يدوب بشكل ابطأ، لان ياخد باله ان الدكلاك اقراص ممتده المفعول. فعشان خاطر نحصل على المفعول ده هتلاقي ان لازم يحط لك جزء يدوب بشكل سريع عشان يديك المفعول الوقتي، تحس بتحسن ملحوظ دلوقتي، ماشي، ويديك بعد كده على مدار 12 ساعة او 24 ساعة يبدأ الناحية التانية تدوب بالراحة وتبدأ تديك المفعول على مدار فترة زمنية اطول. طبعا انا بشرح الموضوع بشكل مبسط عشان تفهمني. المشكله ان بعض الناس تقول لك يا دكتور انا ما بقدرش ابلع القرص كامل، او يا دكتور احنا ممكن نفتفت القرص ونحطه على الاكل. انا بديك برضو مثال، يعني القرص ده مثال من الامثله ومن الادويه اللي احنا بنستخدمها. القرص ده زي ما احنا شايفين معمول بالطريقه دي، لو كسرته كده انت بوظت فكره عمله او الفعاليه بتاعته، انت كده لخبطت النسب بتاعه كل قرص. فعشان كده نلاقي الشركة عامله لنا منه 75 مللي وعامله لنا منه 150 مللي. لو انت حابب تاخد ده ماشي، حابب تاخد ال 150 ماشي، حاسس ال 150 كتير، عايز تاخد كمية او تركيز قليل فبتاخد ال 75، مش تكسر ال 150 على نصين عشان ما تفقدش فعالية القرص. طيب القرص ده مش محظوظ، عشان كده هم عارفين ان ده ما ينفعش يتقسم. لكن لما نيجي القرص تاني زي الدوليبران هنلاقي ان القرص يا جماعه فيه حز من النص، ولو بصينا على العلبه بتاعته هنلاقيها انها اقراص عاديه، ماشي، وممكن بمنتهى البساطه عند الحز ده تتك تكسره. بصوا يا جماعه اتكسر معايا بمنتهى البساطه. لا يعني لو انت حاسس ان القرص حجمه كبير مش قادر تبلعه ممكن تكسره على نصين، تاخدهم سواء في وقت واحد او مثلا ممكن النص منه الدوليبرام زي ما احنا عارفين يا جماعه بارستامول 1 جرام يعني 1000 مللي جرام، يعني النص منه بقرص بنادول عادي. بنادول عادي اللي هي 500 مللي جرام، فاحنا ممكن بمنتهى البساطه نكسره. طيب هل كل قرص محظوظ في النص ينفع يتكسر؟ هنا هنيجي لنقطه تانية مهمه جدا. عندك الهايبيوتيك اقراص، الهايبيوتيك اقراص محظوظ في النص، هل ينفع نكسره؟ ما ينفعش. وناخد بالنا يا جماعه من كلمه مكتوبه على العلبه من بره، يؤخذ القرص كاملا دون تقسيم. وناخد بالنا يا جماعه من نقطه مهمه تانية، 16 قرص مغلف. كوت التابلت مش مغلف يعني هو محطوط في شريط، لا هو في حاجه اسمها كوت، يعني او غلاف شفاف او ملون بيتعمل على القرص. يعني ممكن القرص ده مثلا لو كسرته ممكن تلاقي في النص منه ابيض واللون اللي من بره ده هو ما هو الا غلاف. فكره الغلاف انه يعمل حاجتين اتنين او حاجه من الاتنين، يا اما يحمي الماده الفعاله من تاثير احماض المعده
يا اما يحمي المعده من تاثير الماده الفعاله. يعني مثلا انا عندي الماده الفعاله دي بتتكسر في المعده، والمطلوب منها انها توصل لبعد المعده عشان يبدا يدي مفعولها ويحصل امتصاص، زي كتير من الادويه عندنا على فكره يا جماعه، مش الدواء ده لوحده. فالشركه بتعمل حركه حلوه انها بتعمل لها كوت ماشي بماده شفافه او ماده ليها لون زي مثلا كده ماشي، بحيث ان الماده دي ما تدوبش في المعده وبالتالي تحافظ على محتوى القرص كامل، بينما تبدا تدوب فين؟ اول ما تعدي من المعده واحماض المعده وتخش الاثنى عشر بعد المعده ومنها لبقيه الجهاز الهضمي، فيبدا يحصل لها ذوبان ومن ثم يحصل لها امتصاص وتاخد كامل الفعاليه بتاعه القرص. الموضوع ده كمان بنشوفه فين تاني؟ بنشوفه في الالفانترنا اقراص. اقراص مضاد الالتهاب والتورم 30 قرص مغلف معويا. زي ما احنا شايفين يا جماعه الاقراص دي ما ينفعش تتقسم. يعني انت عندك الهايبيوتيك هو اي نعم محظوظ من النص، فانت تتخيل انك انت ممكن تقسمه، لكن هم حاطين تحذير مكتوب على العلبه انها ما ينفعش تتكسر او تتاخد كامل، فمش كل قرص محظوظ في النص ينفع يتكسر. وعايز تعرف تتاكد من المعلومه، لو لقيت اي علبه مكتوب عليها مغلف معويا او يؤخذ كامل بدون تقسيم، القرص المغلف المعويا ده ما ينفعش يتكسر نصين، لانك انت بتبوظ الفكره اللي انا شرحتها من شويه. نفس الموضوع مع الالفانترنا اقراص. الالفانترنا اقراص مغلفه معويا ما ينفعش تتفتفت او تتحط على الاكل او تتكسر. وطالما جبنا سيره الالفانترنا اقراص، في معلومه مهمه جدا. الالفانترنا اقراص يا جماعه هو اقراص مضاده للالتهابات والتورمات. فكرته ان هو بيهضم البروتين الميت او الميت الموجود في مكان الالتهاب اللي مسبب للالتهاب. الانزيمات يا جماعه او الالفانترن بيحتوي على انزيمات الجسم بيفرزها بشكل طبيعي في جهازك الهضمي. فايه بقى الفكره بتاعته؟ الفكره ان احنا عايزين الماده دي توصل للدم، فهو عامل لها او حاطط الماده دي في الاقراص وعاملها بشكل ان هو مغلف معويا بحيث انها ما تتفتحش غير في 12، ولو اختلط بالاكل هيهضم الاكل. وبالتالي الالفانترنا اقراص لازم يتاخد على معده فاضيه قبل الاكل بنص ساعه او ساعه او بعد الاكل بساعتين، ما يختلطش نهائي مع الاكل، لان زي ما قلت لكم ان الالفانترن ده عباره عن انزيمات هاضمه الجسم بيفرزها بشكل طبيعي بيخدم الاكل. فانت لو اخدت الاقراص هيعمل نفس مفعول الانزيمات اللي الجسم بيفرزها، هيهضم الاكل وبالتالي مش هيبقى حاجه جهازك الهضمي يمتصها ويدخل ويوصل لمكان الالتهاب. فالالفانترن عشان يجيب مفعول تمام اكيد لازم يتاخد على معده فاضيه قبل الاكل بنص ساعه او بساعه او بعد الاكل بساعتين، بعيد تماما عن الاكل. هو مضاد للالتهابات والتورمات وبيستخدم في حالات كتيره، عظام وعيون وكسور وفي الاسنان، كمضاد للالتهاب والتورم ومش مسكن ناخد بالنا. اذا مش كل قرص ينفع يتقسم ومش كل قرص محظوظ ينفع يتقسم، بس الحظ ده بنسبه كبيره معناه ان الاقراص قابله للتقسيم، ولكن لو مكتوب عليها كلمه مغلف معويا يبقى ما ينفعش يتقسم. ده اللي بيفرق ويميز ما بين استخدام الادويه بشكل سليم يجيب مفعول وما بين الناس اللي بتستخدم ادويه وهي مش عارفه ازاي بتستخدمها وبالتالي ما بتجيبش مفعول. والادويه غاليه يا جماعه اليومين دول، فما نستخدمش ادويه واحنا مش عارفين نستخدمها ازاي او نبوظ الادويه ونستخدمها بشكل غلط فبالتالي مش هتدي مفعول. يا رب يكون الفيديو مفيد، اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.